لا تتكلم على ايه يا ابني؟ هتتكلم على ايه؟ يلا هتتكلم على انت عايزه الكلام على نكمل في الكلام بتاع اللغه. حلو. محتاجه جوجل. دي مش اسبانيه يا جماعه. هاتوا لنا واحده اسبانيه اوريجينال من برجوس لو سمحتوا، عشان دي واحده من برجوس البلد مش من برجوس المحافظه. اهلا وسهلا بكل اللي بيشوفونا النهارده وحلقه جديده وبودكاست من اسبانيا مع عز وتانية وعجبي. برافو. احنا عايزين نتكلم عن واحد من الكتاب او الفنانين المشهورين في اسبانيا، صح كده؟ نيجي نشوف المركز الثقافي الاسباني. المركز الثقافي الاسباني اسمه ايه؟ سيرفانتس. ايه سيرفانتس ده؟ ايه قصته؟ ايه حكايته؟ سيرفانتس هو كان كاتب يعني مشهور جدا في السنة 1600 تقريبا، بس هو عامل اول رواية في الدنيا وجميلة جدا، الكيخوتي دون كيخوتي. ده شخصية هو كان مجنون عشان كان بيقرا كتير كتب كتير داخل في نفسه قصة، يعني هو كان بيقرا، فهو كان عنده هدف او اتنين، يساعد الناس والحبيبة بيحب واحدة. بيحب واحدة. هما كانوا شخصين، دون كيخوتي ومعاه الحصان بتاعه. ايوه. والتاني اسمه ايه؟ سانشو بانسا. وكان على حمار، بيركب حمار هو سانشو بانسا بالظبط. بس التاني حصان. طبعا. عشان كيخوتي كان دون كيخوتي كان الفارس، وهو اصلا الشخصيتين دول من مقاطعة كاستيا لامانش. اصلا سيرفانتس اللي هو الكاتب القصة دي هو اصلا من هناك برضه، من مدريد. احنا دلوقتي هنتكلم عن الكلمات اللي هي لما تسمعها كده تحس ان هي فعلا، او مش تحس، هي فعلا اصلها عربي. يعني هاتي ورقه وقلم واكتبها يا ست الكل. بتعرف يعني تتاكد يعني الكلمه جايه من العربي لما تبدا بالال. اي كلمه بتبتدي بحرف الال دي جايه من العربي. زي ايه؟ الامبرا، قصر الحمراء اللي موجود في مدينه غرناطه الاسبانيه، واسمها الامبرا عشان هي يعني بالليل منوره واللون احمر. الحمراء الفومبرا اللي هي السجاده. الاخا، الفخور، البورنوس، الزيتون. وعلى فكره زيت الزيتون نعمل يعني 50% من الزيت الزيتون بتاع الدنيا كلها. طب ما تقول لنا كلمات تانية كده. بنطلون كميسة. ايوه بالظبط. عملنا ازاي؟ شفتي؟ اثوكر، سكر. الكارتشوفاس هو الخرشوف. اسمه خرشوف؟ في مصر اسمه خرشوف. في خرشوف في مصر؟ زي مثلا برضو كالفنتينس اللي هو الشراب. كالفنتينس اللي هو الشراب. ايوه بس ده جاي من العربي. انت عايز تعملني وحشة وعبيطة. لا خالص. الحلقة دي برعاية فتنس ليجاسي. لو عايز تخس أو تظبط جسمك يبقى عليك وعلى كوتش عبد الرحمن، مدربك الأونلاين، وهو سيرتيفايد ماستر ترينر، واللي مش بس هيعمل لك برنامج تدريبي يوصلك لهدفك في أسرع وقت، لا وكمان هيعمل لك برنامج غذائي تمشي عليه حسب هدفك وطبيعة جسمك. أنا شخصيا جربت أتمرن معاه وعايز أقول لكم إن أنا بجد حياتي بقت منظمة أكتر بكتير. سجل دلوقتي علشان تاخد خصم 50%، واللينك هتلاقيه في صندوق الوصف. مع فتنس ليجاسي غير شكل حياتك. دلع كرشك، فكرة دلع كرشك. عندنا التاباس. دي أكل صغنن. مثلا لو انت في ليون تطلب مشروب والتاباس ببلاش. ده تاباس يعني طبق صغير. طبقة صغيرة. في ايه بقى؟ على حسب المكان. الاسبانيش اومليت دي الحاجة مشهورة جدا. هو اومليت زي العادي؟ لا يعني ده هو مختلف. إحنا نعمل شوية زيت ونعمل بطاطس فرايد، نحط يعني بصل ولا لا، وبعد كده البيض ونلف كده يعني وطعمه جميل. وهنا الاسبانيين ناكل الاسبانيش اومليت، يعني فطار، الغداء، العشاء، هنا ناكل اسبانيش اومليت. ده غير التورتيه بطاطس. لا ده التورتيه. هو تورتيه بطاطس. ايوه. ممكن التاباس ده ينزل لك مثلا طبق صغير فيه زيتون، ده تاباس برضه مش كده؟ بقول لك ايه، مين الاسباني؟ كروكيتا ده زي الكوبا السورية
مش زي يعني حاجه كده مدوره. هي بطاطس، هي بطاطس. نو 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 انا قلت يعني زي الكبه بال نفس الشكل الفورمه يعني. الفورمه بس. نفس الشكل، بس جوه في بشاميل مع اي حاجه انت عايز يعني تحط، يعني مثلا ممكن لحمه، ممكن جبنه، ممكن جمبري، ممكن تعمل الكوكتيل اللي انت بتحبه. تسيب العجينه في الثلاجه وتاني يوم تعمل كده تقطع يعني في كده وتعمل الفورمه. جوعينا انت بقى. وبعد كده البيض العيش المفروم ده اسمه ايه العيش المفروم؟ عيش البانيه. تعمل بانيه ازاي يعني؟ عيش بقسماط. شكرا. ايه العيش ماشي. فبعد كده فرايد يعني ده الكروكيتاس، وده حلو قوي. هنا يعني الاسبانيين برضو بنحب الكروكيتاس قوي. حلوه بس عندنا في مصر برضو هي بتبقى يعني حاجه مقليه. ما عندكوش كروكيتاس؟ لا مش الكروكيتاس، بس حاجه زيها بس مقليه يعني. لا ما شفتش. ماشي لما تنزلي المره الجايه هناكلك. انا اكلك يا عم، اكلك كروكيتاس بقى مصري بقى. ماشي. يا ريت. صحابي المصريين بيستغربوا جدا، وانت في مصر يعني ممكن تاكل على طول يعني 24 ساعه كل حاجه مفتوحه يعني كل المحلات كلها مفتوحه، المطاعم كلها مفتوحه. بس في اسبانيا لا، نفطر من الساعه 8 مثلا لحد 12، والغداء من الساعه 1 لحد 4 اخر طلب، والعشاء من الساعه 9 ل 10:30. بس ده الحلو عندنا يعني هنا الناس اجتماعيه جدا. مثلا انت تروح اي بلد اوروبي تاني الساعه 5:30 6 بكتير ما فيش حياه. في بقى بين الغداء والعشاء مريندا. المريندا دي عباره عن والغدا عندنا حاجه تانية برضو المورثو. بس المريندا بتبقى اكتر شويه، صح؟ يعني المريندا ما بين الغداء والعشاء الناس بيتقابلوا وممكن يشربوا حاجه وياكلوا حاجه صغيره كده. احنا على طول لازم فقرة دلع كرشك دي معانا لازم. و24 ساعة يعني هنا البلد بتاع الحفلات. هنا ناس اجتماعية جدا يعني مثلا نشتغل وبعد الشغل لازم نتكلم، لازم يعني نضحك عشان كده لما ما بحبش اوروبا، مملة جدا بالنسبة لي. انا محتاجة افريقيا كده يعني في دمي. يعني لو انت تنزل يعني في اوروبا تشوف الناس يعني كل واحد مع نفسه، مش ممكن يقول يعني صباح الخير، ايه المشكلة يعني صباح الخير انت كويس ازيك، حتى انا مش عارفة انت مين. في ابتسامة في اسبانيا بجد يعني. انا ثقافة بحر بصراحة يعني ما شفتش يعني الناس، وانا سافرت كتير ما شفتش ناس يعني شبه بعض يعني اسبانيا والمصريين. يعني بتكلم بجد قوي. حتى الاسبريشنز يعني زي انتوا بتقولوا ايه يا عم، هنا بنقول ايه تيو، عندنا نفس الاسبريشن نفس الحركات يعني لازم يعني نتكلم كده. حلو قوي. بس استني الحلقه بقى الجايه هنتكلم عن الكلام اللي هو بقى ايه الشعبي بقى، اللي هو ممكن يكون في مصر زي اسبانيا بس مع اختلاف اللغه طبعا يعني. واستنونا وقولوا لنا عايزين تعرفوا ايه عن الثقافه الاسبانيه او العادات والتقاليد الاسبانيه، واستنونا في بودكاست جديد وحلقه جديده من اسبانيا مع عز والتانية. اديوس.